السلام عليكم. اليوم راح نحضر أطيب حلاوة جزر على طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة الاعتيادية الأصلية، والطريقة الثانية راح أحليها بمحليات صحية. راح أحتاج نصف كيلو من الجزر برشته بكريستين محضرة الطعام. قدر على النار، خليت ملعقة كبيرة من الزبدة ووزعت عليه نصف الكمية. قدر ثاني سويت نفس الشي، خليت ملعقة من الزبدة وخليت عليها الكمية الباقية. راح أقلبها مدة 5 دقائق، بعدها أضيف عليها تقريبا ربع كوب من الماء. راح أغطيها وأتركها 10 دقائق حتى يستوي الجزر عندي كل زين. بعدها راح افتحها واضغط على الجزر حتى يستوي وينهرس كل زين. القدر الاول راح احليه بنصف كوب من السكر. كمية السكر اختيارية، زيد او تقل. بعدها راح اخليه ملعقتين كبار من النشا واقلبها حتى يذوب عندي السكر وتكون عندي قطعة واحدة. اما القدر الثاني راح احليه بظرفين من ستيفيا، ملعقتين كبار من العسل. اخر شي ضفت ملعقة صغيرة من الهيل، يكون فريش ونوعيته زين حتى ينطي نكهة كل زينة. بعد ما صار قطعة واحدة استوى كل زين. اما القدر الثاني كان قوامه نوعا ما يختلف لان ما بيه سكر، بس هم كان كلش طيب. اخذت فنجان، خليت بيه شوية من الفستق الحلوي، خليت عليه حلاوة الجزر وقلبته. طريقة تقديم كلش حلوة وما تاخذ اي وقت. طعمها كان يجنن ولا غلطة، لازم تجربوها ان شاء الله راح تعجبكم. اما الجزء اللي حليته بالعسل وزعته بصحن التقديم وخليت عليه شوية من الفستق الحلبي والجوز. طعمه كان كلش طيب. اللي بالسكر اكيد اطيب صراحة، بس اذا حابين تجربون حلا بدون سكر انصحكم بيه، كان طعمه ابد ما قاصر. تنسون اللايك ومتابعة الحساب. شوفوا باقي الفيديوهات ان شاء الله.